الو، السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. السلام. سلام. للاسف مازال ثلاثه ما دخلوش. منار جات، راح طلع لا كونيكسيون ورجعت. اوكي، راك معنا منار. اي دوك تجي اي جاتها لا كونيكسيون درك. كونيكسيون درك دخلت لها. طيب سي نعم، يلتحق بنا منار. طيب باقي خالد شريكي ما قدرش، وباقي عبد الوهاب ايضا. عبد الوهاب يروح ويجي. طيب، فهل فهمنا درك وشنو مع مرة الصراع اساسا طبعا كي نقولوا المخابرات مش وحدها، كاين هذو رجال الاعمال الكبار مثلا كيما هذا واش يسموه، هذا اللي ماسك الزيت وكذا، ذكروني في اسمه، ربراب مثلا. ربراب مهم ربراب مثلا. كاين واحد 20 ثاني ولا 25 شخصيه مهمه هي اللي مسيطره على الاقتصاد الجزائري، مسيطرين اساسا مقسمينه يعني بيناتهم. هذو اللي يسموها المافيا الماليه السياسيه، هما هذول اللي مسيطرين. هذو في الغالب هما مستوردين، هما سي ديزامبورتاتور ومسيطرين على الاقتصاد كاع، هما اللي يقدروا يديروا المشاكل يعني. وكاين بعض الوزراء المهمين، كاين مثلا كان شكيب خليل كان وزير مهم، زرهوني كان وزير مهم، هذا ولد قابليه وزير مهم، ويحيى وزير مهم. هذول ايضا يشركوهم العسكر، يسقسوهم مرات كي العسكر ما يعرفوش حاجه ولا الجنرالات ما يعرفوش حاجه، يسقسوا هذول واش نديروا. اذا القرار يخرج من عند العسكر، بصح مرات يستعينوا بالمدنيين باش ياخذوا قراراتهم، واحيانا يستعينوا حتى بالاجانب. مثلا كاين بزاف لي كونسيي فرونسي اللي يساعدوا المخابرات في الجزائر، وكاين بزاف دي كونسيي امريكان الان ايضا راهم يساعدوا، بريطانيين ايضا راهم يساعدوا، خاصه فيما يسمى مكافحه الارهاب. فهذه هي البلاد. اذا نرجعوا ونقولوا باللي قلب الحكم في الجزائر هو المخابرات الجزائريه، خاصه منذ 2004. قبل 2004 كان مشتركين معها جماعه محمد العماري، سمين هذاك اللي كان جنرال ماجور، ولا من بعد جنرال دارمي، و21 ولا 25 جنرال. في 2004 المخابرات توفيق اتفق مع بوتفليقه باش ازاحوهم، طردوهم كاع، واصبح القوه الحقيقيه ما بين توفيق وبوتفليقه، ولكن القوه الاكبر عند التوفيق. وبالمناسبه بوتفليقه راهو مريض وما راهش راه يقوم 2 إلى 3 ساعات في اليوم فقط اللي يقدر يتكلم فيها او يستقبل الناس. وتلاحظوا باللي ما يقدرش يخطب الان، ما راهش يخطب. علاه؟ لانه المرض نتاعو ما راهش يخليه باش يقدر يكونسونطري، ما راهش يقدر يركز. اللي راه يمشي في لابوتيك كما يقولوا خوه سعيد هو اللي راه ماسك الملفات. بصح سعيد في الفتره الاخيره هذه ثاني هو راهو ضعفوه بزاف المخابرات، نحوا له بزاف ملفات. اذا الصراع نتاعنا راه اساسا مع جنرالات المخابرات، وكاين جنرالات اخرين داخل الاركان هذول مهمين لكن ما همش بدرجه تاع المخابرات. هذا السؤال نتاع من هو النظام الجزائري اساسا هو هذا. شكرا خويا العربي، الله يستر. الله يسلم. الان تفضل. نعم. تفضل. انا على حساب ما فهمت من كلامك، نعم، نمثلوا هذا النظام بناء نعم، متشعب. المهم في كل بناء عنده حجر الزاويه. نعم، فهمت واش حاب يقول حجر الزاويه؟ نعم. احنا في التحرك تاعنا نستهدفوا حجر الزاويه. نعم. احنا ماذا بينا لو كنت عرفنا على حجر الزاويه ثم تحدد لنا حجر الزاويه خير. حجر الزاويه هو الديرس. حجر الزاويه هو الديرس. لكن في الشعارات لما ترفع لازم يقولوا، مثلا يقولوا يسقط النظام، كل النظام. هو الفرق مثلا في تونس ولا في اليمن الان ولا في مصر قالوا يسقط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. فهم الناس شنو هو النظام. النظام هو رأسه ومن معه، مبارك واللي معه في مصر مثلا، ولا زين العابدين واللي معه. في الجزائر نقولوا الشعب يريد اسقاط النظام، كل النظام. علاش كل النظام؟ لان ممكن يديروا لنا خدعه، يقولوا الشعب يريد اسقاط النظام ينحوا بوتفليقه. الا نحوا بوتفليقه ما كاين والو، ما تغير ولا شيء. لان حقيقه النظام ما همش المدنيين في الجزائر، حقيقه النظام هم العسكر. طيب يجي واحد يقول لنا اعطوني الدليل.
علاش راكم تقولوا العسكر؟ لا، بوتفليقه هو اللي يحكم. نقولوا له يا اخي الدليل هو التالي: من 1990 تعين توفيق كرئيس لجهاز المخابرات للدي ار اس، عينوه في سبتمبر 1990، كان انذاك عقيد. في 1990 كان الشاذلي رئيس، في 92 الشاذلي نحاوه، جابوا بوضياف، جابوا في جوان 92 وقتلوه في جابوا في جونفي 92 وقتلوه في جوان 92. من بعد جابوا علي كافي، نحاوه في 94، نحاوه في 99، ومن بعد جابوا بوتفليقه. كم راح الرئيس؟ الشاذلي، بوضياف، علي كافي، زروال، والان بوتفليقه. عندنا 5 رؤساء تبدلوا، بصح التوفيق واش تبدل؟ زاد في الإقراض، انتقل من عقيد الى عميد اللي هو جنرال، الى لواء اللي هو جنرال ماجور، الى فريق اللي هو جنرال دارمي. هذا هو الفرق نتاع التوفيق، لكن لم يتغير ولا شيء. بمعنى انه رئيس المخابرات عمره 21 سنه الان، عنده 21 سنه وهو في المخابرات، والرؤساء تبدلوا 5. من هو الثابت ومن هو المتغير؟ باختصار بسيط: الثابت هو المخابرات، والمتغير هم المدنيين او الرؤساء. واحد اقالوه، واحد قتلوه، واحد طردوه، واحد الى اخره، واحد ممكن برك يخرجوا. اذا لو كان يجوا غدوه ويقولوا لنا نحو بوتفليقه راهو سقط النظام، نقول لهم لا، راكم تكذبوا علينا، هذه خدعه، لان بوتفليقه ماشي النظام، بوتفليقه جزء من النظام. حجر الزاويه باش نجاوب خويا كريم هو الدي ار اس، ولكن كي نرفعوا الشعار، انا عجبوني هذيك المره طلبه في تيزي وزو رفعوا الشعار كتبوا فيه صوره بوتفليقه وصوره توفيق وداروا عليهم دي كروا. هذا الزوج يمثلوا النظام الجزائري، واحد يمثل الجزء المدني هو بوتفليقه وهو الجزء الاضعف، وواحد يمثل الجزء الحقيقي والاقوى وهو توفيق، اي المخابرات العسكريه. استاذنا كاين سؤال. كي نهضروا مع الناس العاديين تما اللي بسطاء ما عندهمش اي خلفيه سياسيه ولا اي خلفيه على النظام، كي نقول لهم نريد اسقاط النظام ونفهموهم واش هو النظام بكل الاقسام المتشعبه اللي راك ذكرتها، يقولوا لنا واش هو البديل. واش هو البديل؟ حابينك تعطينا رؤيه عن البديل، لان احنا مهما كانت عندنا خلفيه سياسيه ما حينش نكونوا في مثل الخبره نتاعك. واش هو يعني الجواب المقنع؟ اوكي، البديل والجواب المقنع اللي نقول لهم واش هو البديل. كي خرجت فرنسا، لما كانت كاينه فرنسا كانوا الناس بزاف من الجزائريين، شوفوا بالمناسبه راهو الثوره ما قاموش بها كاع الجزائريين، حتى احنا قراونا بكري بلي الشعب الجزائري قام عن بكره ابيه ضد الشعب ضد الاستعمار الفرنسي، هذا مش صحيح. الثوره قاموا بها جزء، وبالمناسبه قاموا بها شباب صغار، يعني في سنكم الان اللي قاموا بالثوره هم اللي كانوا في العشرينات. اكبر زوج اشخاص كان في المجموعه ال21، اكبر اثنين كان مصطفى ذاك نذكر اسمه، الاخونا هذا اللي داروا عليه فيلم مؤخرا، مصطفى بن بولعيد ومحمد بوضياف. هذو اثنين اللي كان عمرهم ربما 33 ولا 34. البقيه كلهم كانوا في العشرينات، بما فيهم العربي بن مهيدي، بما فيهم زيغوت يوسف، بما فيهم يعني المؤسسين الاباء نتاع الثوره الجزائريه كانوا في العشرينات. والثوره في الغالب يقوموا بها الشباب، لان الشباب في الغالب عنده حماس، عنده قدره، عنده قوه، وما عندوش، ما يخافش على بزاف، ما عندوش حاجات كثيره يخسرها. الانسان كل ما يكبر ويدير اسره، يدير اولاد، يولي عنده منصب عمل، يولي يخاف، تولي الدنيا تتملكه، وبعدين يبدا يكبر. المهم في انذاك، باش نرجعوا لكلمه البديل، كانوا بزاف جزائريين يقولوا شنو هذا الفلاق، خاطر فرنسا كانت تسمي المجاهدين كانت تسميهم فلاق، يقولوا هذا يحبوا يخرجوا فرنسا ما كانش اللي يقدر لها، وكي تروح فرنسا شكون يحكمنا؟ كان السؤال هو شكون هو البديل. لكن لما رحت فرنسا حكمونا جزائريين. طيب نختلفوا انهم حكمونا مليح ماشي مليح، هذا سؤال اخر، لكن حكمونا جزائريين، معناها جاء بديل جزائري. البديل اول حاجه نقول راح يكون بديل جزائري، هذا السؤال الاول، الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه، البديل يصنع الشعب هو اللي يصنع البديل في دوله الحريات.
اوباما، شكون كان يعرف اوباما قبل 3 سنوات؟ كاش واحد منكم كان يعرفه؟ تقدروا تقولوا لي كاش واحد منكم كان يعرفه؟ ولا واحد، ولا انا ولا غيري. ممكن كانوا يعرفوا 1000 شخص في امريكا، ولا 2000 ولا 5000. لكن الان يرأس اقوى دولة في العالم. وشكون هذا اوباما؟ بابا افريقي كان يرعى غنم في كينيا، وامه واحدة من البيض الفقراء، عاشت اغلب عمرها في اندونيسيا، تزوجت مسلم في اندونيسيا وعاشت معه، واوباما عاش هناك. امريكا اقوى دولة في العالم، اعظم اقتصاد في العالم، جابت واحد حتى اصله حقيقي مش امريكي في الاصل الحقيقي، ومع ذلك هو اللي يحكم امريكا الان. علاه؟ لان امريكا عندها مؤسسات. اذا البديل هو مؤسسات. نبني مؤسسات يصنعها الشعب، يختارها الشعب بحرية، بانتخابات حقيقية، مش انتخابات التزوير والكذب اللي داروها منا. وشنو هو البديل في بريطانيا مثلا؟ قبل أناني عايش هنا في بريطانيا، قبل 3 سنوات ما كنتش نسمع بهذا كاميرون، ما نسمعش به، ما كانش موجود كاع، ما كانش هو رئيس الحزب. لكن قبل 1.5 سنة انتخبوه البريطانيين، والآن هو رئيس الوزراء. وفي بريطانيا كما تعرفوا الحكم الفعلي يرجع إلى رئيس الوزراء. إذا الشعب البريطاني اللي عنده مؤسسات استطاع عن طريق المؤسسات أن يأتي بشخص لم يكن معروف من قبل ويصبح هو الحاكم. لكن ماهوش حاكم وحده، البرلمان حاكم، القضاة حاكمين، الصحافة حاكمة، كاين توزع السلطات. البديل هو أننا ننشئ مؤسسات ونوزع بيناتها السلطات، باش ما تطغاش مؤسسة على مؤسسة أو جهة على جهة، وباش العسكر ماشي هم اللي يحكموا. العسكر تحب تدير الحكم، نحي الكاسكيطة والبس سيفيل، إلا انتخبك الشعب تحكم، تفضل. بصح ما تقدرش تكون عسكري وتكون حاكم، ما تمشيش. هنا كنت تقول بريطانيا باللي غدوه يصير الانقلاب يضحكوا عليك الناس. على بالكم كون نقول لكم اللي انا عندي 15 سنه في بريطانيا، كون نقول لكم باللي والله بالك ما تلاقيش عسكر 3 مرات في حياتي، ما شفتهمش، ما شفتش ناس لابسين لبس عسكر. ما تلقاش واحد لابس البدله هنا العسكريه، عيب. ما يلبسوش الناس كي يخرج يمشي، ولا البدله العسكريه تشوفها في الثكنه، كون تجي مر على ثكنه تشوف العسكر تاعهم، ما عدا ذلك ما تشوفهمش، لا الكاسكيطه لا البدله لهم. علاش؟ لان مجتمع مدني. اذا البديل هو ان ننشئ مجتمع مدني. هذا المجتمع المدني عنده مؤسساته، وهذه المؤسسات تنشئ برلمان حقيقي، قضاء حقيقي، اعلام حقيقي، كذا، وهما من بعد بالانتخاب اللي ينتخبوا الشعب يولي حاكم. هذه طبعا ممكن مرات تجي شويه صعيبه على الناس البسطاء، اما لا واش نجيبوا. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم متعلمين الى حد ما نحكوا لهم هذه الاشياء. بصح الناس البسطاء نقول لهم البديل هو اللي يختاروا الشعب في انتخابات حره. الناس تتقدم للانتخابات وتكون انتخابات حره ونزيهه، واللي يختاروا الشعب هو البديل. ولو كان استاذي سامحني برك، هما يسالون السؤال اللي دائما يسالوه، يقول لك سما هما يهضروا ببساطه اكثر من هكذا، يقول لك هنا طيحنا الحكم. كما في مصر مثلا استلم الجيش الحكم مؤقتا، ولا في تونس داروا حكومه ائتلاف، ولا واش هو البديل اللي نقترحوه احنا كجزائريين يكون مناسب للمعطيات اللي عندنا وانس طيحنا الحكم؟ احنا نقترحوا حكومه انتقاليه تتشكل من شخصيات معروفه، شخصيات نزيهه. مثلا نقولوا واحد كما عبد الحميد مهري، واحد كما علي يحيى عبد النور، واحد كما نختاروا. الناس تختار شخصيات نزيهه معروف انها نقولوا باللي تكون حكومه انتقاليه، وبعدين ما يترشحوش، ما يكونوش في السلطه من بعد، يديروا فقط المرحله الانتقاليه مده عام ولا عامين. عندي تدخل صغير اخويا العربي. تفضل. وهل هنا في الوقت هذا اللي قاعد تهضر فيه مجلس هذاك كيما نقولوا حماية الثورة تاع الناس اللي داروا الثورة، هل يكون عنده فايدة ولا من الأحسن يجبد خير؟ باسكو هو مهمته حماية الثورة من الركوب عليها. هو ممكن، شوف واش يكون ممكن. اولا نديروا لا كونستيتيونت اللي يسموها التأسيسية، مجلس تأسيسي. المجلس التأسيسي يبدأ ينشئ دستور جديد ويبني المؤسسات. هذا حاجة يسموها التأسيسية، معناها مجموعة من خبراء الدستور معهم بعض المدنيين والسياسيين والمتخصصين يديروا لنا دستور جديد باش يعرضوه على الناس فيما بعد. وعندنا حكومة انتقالية، هذه تسير الشؤون اليومية تاع الناس،
العمل، الصحه، الخارجيه، الداخليه، البوليس. وعندنا اللي داروا الثوره، مجلس الثوره هذا ولا حمايه الثوره ولا يبقى بعيد، بصح يبقى يضغط كما في مصر مثلا، يضغط عليهم كي يشوف الانحراف ولا يدير مظاهرات، يطالب، يدير كذا. بصح كي نعودوا عارفين بلي الحكومه الانتقاليه فيها اشخاص نزيهه والتاسيسيه فيها اشخاص نزهاء، رانا في الغالب ديجا رانا في الطريق الصحيحه. المشكله في مصر وتونس النظام ما طاحش كامل، طاح غير الرؤوس الاساسيه فيه، بصح النظام مازال باقي. ولذلك هم يسموها هذه الجمعه اللي شفتوا كانوا قالوا جمعه انقاذ الثوره، وهم يقولوا الثوره لم تكتمل. هذا صحيح في مصر وتونس، بينما في ليبيا لما يطيح القذافي ان شاء الله راح تكون ثوره شامله، وفي اليمن ممكن جدا ايضا. بينما في مصر وتونس لان الثمن ما كانش غالي، في مصر ماتوا 400 واحد ممكن ولا 500 او اقل، وفي تونس 300 او اقل. هذا احنا كاع كي نجمعوهم ماتوا في ليله واحده في حد الشكالي في غليزان، في مجزره من مجازر اللي صارت في 98 ماتوا 1050 واحد. كلما كان هو للاسف هذه حقيقه تاريخيه، لان صارت في فرنسا وصارت في بريطانيا وصارت في المانيا وصارت في كل تقريبا الدول اللي مرت بثورات. بالمناسبه مثلا اليوم نعطيكم مثال، اليوم تمر الذكرى ال 150 للحرب الاهليه الامريكيه، 150 سنه مرت على الحرب الاهليه الامريكيه. تعرفوا كم مات في الحرب الاهليه الامريكيه؟ ماتوا 600,000 بين الامريكيين، بين الشمال والجنوب، 600,000. كل الشعوب اللي راهي الان قويه مرت بحروب اهليه او مرت بقلاقل، ومرت كنت تعرفوا بشحال ماتوا الناس في بريطانيا باش وصلوا لهذا النظام، ما تصدقوش. ولا في فرنسا مئات الالاف بعد الثوره، مئات الالاف ماتوا. الثوره في روحها اعدمت الالاف، كان يقولوا عشرات الالاف، وبعدين هذوك تاع الثوار اللي قاموا بالثوره اعدموا هما ايضا. وهذا جات مقوله الثوره تاكل ابنائها. هذا المثال اش عطيته لكم، مرات يخوفونا بهذه الاشياء. نو الشعوب قاعد تمر بهذه القلاقل بهذه المراحل، لكن هل تظهر تصبح قويه اقوى مما كانت ولا تضعف وتنهار؟ هذا السؤال. وهنا يبقى على القوه الثوريه واللي يكون وراء الثوره قد واش يعرفوا يديروا المرحله الصعبه. الان مرحله في تونس ومصر اصعب من الجزائر، لانهم هما لو كان يفشلوا الان خلاص انتهوا. احنا مازال ما فشلناش، لان الثوره ما زالت راهي في اطار التحضير، راهي تطبخ. باش نعاود نرجع لسؤالكم. اذا نقولوا للناس تقوم حكومه انتقاليه من شخصيات نزيهه ومؤقته، وهذه الحكومه ما تاخذش السلطه من بعد، هذه الحكومه بعد سنه ولا سنتين تخرج، ويجوا ناس من بعد بالانتخابات، يعني بعد ما تستقر الامور. هذه نقدروا نشرحوها لبعض الناس. كاينه حاجه برك اخويا العربي، دركا قلتي لنا تسمى مجلس تاسيسي، وقلتي لنا حكومه انتقاليه، وجماعه الثوره يقعدوا يضغطوا. دركا كيفاه احنا في الوقت اللي يسقط النظام اكزاكتومون واش نديروا، الخطوات العمليه اللي يديروهم كي يسقط قد النظام؟ طيب قبل ما نجاوب، معليش استاذي، حابه برك نعدل على كلام اخونا صالح. نعم. ماشي قبل ما يسقط النظام، انا نشوفها هكذا بلي حنايا دوكا احنا في مرحله تحضيريه، مرحله التوعيه والتعبئه. نظن بلي احنا في المرحله القادمه هذا سما طرح راني نشوفه، نبداو حنا نديروا مجلس من الشباب اللي راحنا واثقين فيهم باش يهتم بحمايه الثوره ومتابعه فعالياتها من قبل ما ننزلوا للشارع. يعني لان احنا راحنا نتوقعوا من النظام هذا راح يدخل ناس تحرر، ينسب لنا هاد الصوالح، راح كاين ناس حابه تركب الموجه نتاعنا سواء سياسيين ولا شخصيات، راح ممكن ناس تروح تتفاوض باسمنا. انا نشوف هذا الاقتراح، وطبعا ماذا بينا تقولنا رايك في هذا الموضوع الثاني. نعم، انا نشوف باللي قبل ما نجاوبوا على ما بعد الثوره لازم نجاوبوا قبل على ما قبل الثوره. وشنو هما الخطوات اللي نديروهم باش ننجحوا الثوره حقيقه؟ انا كنت حكيت مع خونا صالح قبل فتره على ما يسمى بالافينيتي جروب، مانيش عارف نتكلم معاكم فيهم ولا لا، من المجموعات المتآلفه.
فيهم ولا لا؟ نعم، يمكن تكلمت مع منار شوية فيها على المجموعات المتآلفة دي، وإحنا دركا على ما أظن رانا شوية قاعدين نحضروا كيفاه نوجدوها. يمكن تزيد تشرح لها من أخويا العربي خير. اوكي. احنا رحنا نحضروا، لكن ماذا بك تنصحنا عليها أكثر يعني. نعم طيب. بالنسبة هسه تشوف هنا اللي راه كتبنا هنا برك باش نشوفوا عبد الوهاب يعني. كيفاش نتكلموا مع عبد الوهاب. اسمحوا لي نقدر ندخل عبد الوهاب فقط لحظة. داكور أخويا وهاب. للأسف مانيش نشوف فيه وراه، لازم هو يتصل. قل له يتصل ونحاولوا ناخذوه احنا، لأنه اسمه مانيش نشوف فيه قدامي. لازم نشكلوا، انا كنت شرحت لك صالح ذاك نزيد نشكلوا حاجات نسموها المجموعات المتآلفة. وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في 5 6 من الناس يعرفهم، يشرح لهم يفهمهم باللي هاو كيفاش انا حابين نديروا الثورة، نديروا التغيير، هاو علاش حابين نديروا التغيير. ونحاولوا نقنعوهم بالفكره، خلاص مقتنعين. مثلا خلاص دار مجموعه نتاعو راهم مقتنعين بالثوره. كل واحد منا اللي يعرف مجموعه اللي يثق فيهم لازم يكون يثق فيهم ثقه كبيره، مش اي مجموعه يتفق معاهم يقول باللي احنا نديروا مجموعه تساهم في الثوره، وتتفقوا الخطوات. مثلا هذه الاسئله اللي راني نقول لكم انا، انتم تفورموا واحد اخرين، ماذا بينا مثلا انتم راكم تتفورموا معايا انايا في النقاش، ومن بعد انتم تبداو تفورموا ناس واحد اخرين، تشرحوا في الفيسبوك، تشرحوا في كذا الى. وبالمناسبه هذا الكلام علني، يعني انا بالنسبه لي لو كان تحبوا تحطوه في الانترنت ما عنديش مانع. انا ما عنديش مانع، شوفوا انتم فقط، لان ربما بعض منكم ما يحبش يظهر بصوته ولا. بصح انا من ناحيتي لو كان تحطوا هذا الكلام عادي، لان ما عنديش اسرار. انا اللي نقولها لكم راه هي اللي نحطها علنا. بصح برك خطره اخرى ربما كونجوا في حوايج معينه نقولوا لا هذا موضوع خاص ما نعلنوش الان. فالمهم الان في هذا الكلام اللي نقول لكم اليوم راهو علني، راكم مسامحين باش تنشروه اذا حبيتوا. نرجع للنقطه، للمجموعات المتآلفه. المجموعات المتآلفه اذا كاين منار منصري اخرى، هل تدخل معنا ولا مش؟ لا، هي نفسها منار منصري اللي معنا. اوكي طيب، لان جاني بشكل منارة تسمعي فينا؟ طيب، فالمجموعات المتآلفة كما قلت. راني نسمع فيكم. نعم طيب، المجموعات المتآلفة هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضهم من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طاليان الآن بصح يعرفوا بعضهم مليح. هذو يديروا مجموعة ويبداو هما يريكريتوا مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها 5، وبعد هذوك ال5 ماذا بين كل واحد يجيب 5 ولا 6 نتاعو هو، يولي هو مسؤول عليهم. بالصح صالح ما يعرفش هاد ال5 اللي راهم معاه، نقولوا مع كريم ما يعرفهمش، يعني كريم فقط اللي يعرف ال5 نتاعو، ولا 7 ولا 10 ولا 12. هما بالغالب المجموعات المتآلفة ما بين 3 و15 في الغالب. رانا نتعاملوا احنا في هذا الاسلوب على كل حال. تقريبا كل واحد عنده قاعده تاعو راه يتعامل معاها، واحنا الاقطاب رانا نتفاهموا على الامور التنسيقيه. ممتاز هذه هي. فمثلا صالح ما يعرفش العناصر وانت ما تعرفش العناصر نتاعو، وما نعرف ما في الميدان. نعم مام في الميدان احنا هذاك واحد منشر موحد. ايه ما في الميدان كل واحد يعرف عناصره هو فقط. بصح كل واحد يتاكد باللي يحاول قدر الامكان، لان اخطر حاجه هو الاختراق. مخابرات تحب تخترق، تعرف باللي كريم راهو ينشط وعنده مجموعه، تحب تدخل له واحد داخل المجموعه فيروس. النظام الجزائري كيفاش دمر المجموعات الاسلاميه الاولى، كما قلنا انا نختلف معاهم في حمل السلاح، بصح خلونا الموضوع نتاعهم نقولوا له كان نفترضوا انه كان حملهم للسلاح صحيح، نفترضوا دمرهم بالاختراق، دخلهم عناصر، هذيك العناصر نتاع المخابرات وهي تبان باللي مجموعات، تبان اسلاميين. من بعد حتى وصلوا للقمه
اللي كيداو كاع العناصر المليحه واللي وصلوا هما للقمه، ومن بعد ولاو ديجيه يعني ولاو يذبحوا ولاو يديروا كما يحبوا. المهم دائما حاولوا انها تكون رياض ما يعرفش العناصر تاع كريم، كريم ما يعرفش العناصر تاع صالح، صالح ما يعرفش العناصر تاع منار الى اخره. علاه؟ مش لعدم ثقه، لا، فقط لحمايه المجموعات، لحمايه الثوره من الاختراق. والاقطاب هما يتلاقوا ويتعاملوا مع بعضهم. صح، مهم جدا ان الاقطاب ما يعودوش مخترقين. اي واحد ضموه للاقطاب لازم تكون سيليكسيون مهمه جدا، لازم تكونوا متاكدين منه، لان اذا اخترق القطب خلاص اخترقت المجموعه الرئيسيه، مشكله. ولذلك بالنسبه للمجموعات الصغيره اللي تخدم في الميدان مش مشكل، بصح بالنسبه للاقطاب حاولوا قدر الامكان انكم ما تدخلوا الا العناصر اللي متاكدين منها. النقطه الاخرى ما اضافه الى موضوع هذه العناصر، كاين حاجه يسموها لي زاجون بروفوكاتور ولا لي زانفيلتراتور ولا لي زانفورمر، لي زانفورماتور. هذون كمبدا المخابرات هذه خدمته انه يخترق ويبدا يحوس. كما الان في الفيسبوك مثلا، في الفيسبوك راهم يحوسوا على المجموعات الناشطه، راهم يبعثوا لهم، يحاولوا يدخلوا معاهم الى اخره. مرحبا بك. هذا المجموعات اللي تخترق وسيرتوا شوف هذو اللي يجوا متحمسين بزاف في البدايه، دائما خذوا حذركم منهم، دائما خذوا حذركم من الناس اللي يعودوا متحمسين. ماشي معناها كاع الناس اللي يجوا متحمسين راهم مشكوك فيهم، لا، بصح في الغالب العناصر اللي تحب تخترق المجموعات القائمه الثوريه القائمه الان، او المجموعات اللي تشكل تاع التغيير، هذو في الغالب ما يجوكمش عاديين، يجوا متحمسين. الا انت تقول كلمه هو يقول زوج، نديروا هذه نعملوا هذه. انتم دائما قولوا لعناصركم لا للعنف، سلميه سلميه. شتو السوريين واش قالوا؟ دائما هذا الشعار، سلميه سلميه لا عنفيه، سلميه لا عنفيه، لا للعنف. نحن ضد العنف، تغيير بالعنف يؤدي الى كوارث. النظام هو اللي راح يعمل العنف. شفنا في مصر وشفنا في تونس وشفنا في سوريا باللي اللي يدخل للعنف، وفي ليبيا هو النظام، في اليمن النظام هو اللي يقتل الناس. اذا الانظمه هي اللي تقوم بالعنف. احنا كشعب نريد التغيير السلمي ونركز عليه ونوصل العناصر نتاعنا، والو في اي حال من الاحوال ما نحملوش لا سلاح لا حجر لا عصي لا والو، ايدينا فقط، حناجرنا، السنتنا، اوراقنا، كاميراتنا، تليفوناتنا، هذه هي الاسلحه نتاعنا. كلما كانت الثوره ماهيش حامله للسلاح، كلما كان انتصارها سريع وقوي وبدون تكلفه كبيره. وهذا المثال المصري والتونسي. الليبيين وانا نتفهمهم، لكن من بين الاشياء اللي خلاتهم يدخلوا لهذا الوضع هو حملهم للسلاح. صحيح لم يكن لهم خيار لان النظام كان يقتل فيهم كالذبان، لكن مع ذلك لو ماتوا، لو ماتوا في بنغازي هذاك النهار 1000 بدل 70 ولا 80، لكان النظام في وضع أسوأ بكثير مما هو الآن، وربما راح سقط. لكن لما حملوا السلاح أصبح النظام عنده الحق أنه يحمل السلاح ويقتل كما يشاء. إذن ركزوا على توعية عناصركم بالسلمية لا عنفية مهما كانت الاستفزازات من طرف النظام. ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها. ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن، ولا بالأغلبية. لما تشوفوا باللي كاين عناصر معارضة حول قضية منطقية ومعقولة، قول لهم خلاص احنا نتخذ القرار بالأغلبية. حاولوا تاخذوا بالتوافق، حاجة يسموها الكونسنسيس. إذا ما خذيتوش بالكونسنسيس يعني متوافقين جميعا، خذوا بالأغلبية، ما تديروهاش بالإجماع، لأن الإجماع يعطل. مثلا راكم 50 واحد ولو كان واحد يقول لا ما تمشيش الأمور، لا، قولوا احنا ناخذوها بالثلثين مثلا، كي يقولوا 70% نعم
وكاين قرارات تاخذوها غير ب 51%. هذا ايضا مهم في قضيه اتخاذ القرار. تفضلوا اللي عندكم كاش اسئله. عندي برك ملاحظه. احنا خرجنا بهذه المبادره تاع 8 ماي، والحمد لله سما تجاوبت معنا عده مجموعات. قالوا كل المجموعه تحتفظ الجروب تاع الفيسبوك تحتفظ بصفحتها، لكن رحنا ننسقوا مع بعض. اسمها رحنا نتعاونوا في العمل. عندنا خطه عمل موحده، اتفقنا على تاريخ موحد ان شاء الله لخروج المسيره، ان شاء الله نكونوا جاهزين له نتاع 8 ماي. لكن للاسف لقينا بعض الاطراف راهي تكسر في هذا الاتحاد اللي درناه بكل الوسائل والطرق. مرات بأئمة مدعين، مرات بناس دايرين جروبات كبيرة وراهي تدعي للتغيير. بصح للأسف كي درنا المبادرة لقيناها تكسر في هذه المبادرة وتحاول تشتت الصفوف اللي تجمعت حول هذا القرار. وش في رأيك هي الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا؟ نردوا عليهم تحنا الفيسبوك، ولا احنا نخليوهم كما قال الكلاب تعوي والقافلة تسير، ولا وش هي الطريقة المثلى؟ لا، اول حاجه حاولوا ما تردوش عليهم باش ما تضيعوش وقتكم. هذه اول حاجه، لان هما اصلا واش يحبوا يديروا لكم. هذه مجموعات نتاع يا اما مغفلين يا اما عملاء في الغالب، ماهيش مجموعات اخرى. يا اما تاع المخابرات، في الغالب هما تاع الدي ار اس تاع المخابرات، لكن احيانا هما مش حتى تاع المخابرات، تاع مغفلين، تاع الناس ما يعرفوش يشتغلوا ما يعرفوش يخدموا. واش ديروا؟ حاولوا تزيحوهم من المجموعات. تتفقوا مع المجموعات الرئيسيه، تقولوا باللي مثلا عندنا المجموعه هذه مثلا الشباب الاول، ولا واحد اسمه مثلا الشباب الحر لبلديه مكناس، ولا مانيش عارف. كل واحد انتوما تتفقوا اولا تشوفوا العناصر اللي راكم متفقين. مثلا انتوما كريم، رياض، منار، صالح هم متفقين، ويعرفوا باللي كاين علي وعبد القادر وحمد وعبد الرحمن ثاني يقدروا يكونوا معاهم. بصح يعرفوا باللي واحد مثلا اسمه عمار وواحد اسمه عيسى، هذو المجموعات ولا هما المشاكل. نجو نتفقوا احنا المجموعه الاساسيه، نديروا حوار بيناتنا، نقولوا باللي عيسى وعمار نقوموا بطردهم، لان نعتقد انهم يا اما مغفلين يا اما نتاع مخابرات يا اما اصلا هما هكذا طبيعتهم عقليه، فما تعرفش تشتغل جماعيا. خاطر كاين جزائريين ما عندهمش، احنا كجزائريين ما عندناش ثقافه العمل الجماعي. فتقوموا بطردهم وما تردوش عليهم، خليهم يسبوكم، خليهم يقولوا كاع واش يحبوا، تردوش عليهم. لان اذا دائما ننطلقوا كاين قاعده، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كي خاطبوك الناس الجاهلين لازم نقولوا لهم سلام، نكتبوا لهم كلمه سلام، انتهى الموضوع، وما نردوش عليهم باش ما نضيعوش وقتنا. ما تقدرش تصوروا كم كانوا يهاجموني انا عناصر المخابرات في البدايه، يعني ما تقدروش تصوروا قد واش كانت. لكن كان دائما ردي لما نعرف الانسان ماهوش فاهم نرد عليه، نحاول نفهمه ونرد عليه. لا، لما نعرفه تاع مخابرات ونحسها نكتب له سلام ولا ما نردلوش كاع. فمع الوقت خفت الحمله عليا، بينما في البدايه يعني قبل عده سنوات كانت مرعبه. يعني كانوا يبعثوا، وانا ذاك ما كانش الانترنت متطوره كثير، ومع ذلك كانوا مزعجين جدا. فما تضيعوش وقتكم في الردود وفي الصراعات وفي الخلافات. انتم عندكم هدف هو اسقاط النظام واني كل النظام بغض النظر على المشاكل الاخرى. هذه اشواك في الطريق، قاصدك شوكه نحيها ومشي، ضرباتك حجره ارميها على الطريق ومشي واصل. لانه راهي تحديات كبيره، رانا نتكلموا على تغيير نظام اللي راه شاد الجزائر. الجزائر راهي مش حتى تونس ولا مش حتى مصر، الجزائر راهي دوله غنيه جدا. الجزائر راهي الان اكبر دوله عربيه واكبر دوله افريقيه بعد تقسيم السودان. الجزائر راهي قاره. تعرفوا باللي الجزائر تساوي كل هذه بريطانيا، المانيا، فرنسا، ايطاليا في المساحه، تساوي كل هذه الدول. الجزائر نهار اللي جاء حكم راشد وجوها نساء ورجال وطنيين ومخلصين للوطن حقيقه، ويحبوا الشعب ويحبوا العدل ويحبوا الحريه، نقدروا نرجعوها دولة عظيمة بأتم معنى الكلمة، خاصة إذا أصبحنا دولة مغاربية واحدة، جزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. رانا قوة عظمى، لكن للأسف مفتتة مهمشة، لأن تحكمنا العصابات. فما تظنوش باللي المعركة على الجزائر هي سهلة. وراكم تشوفوا الآن حتى أمريكا حتى فرنسا
حتى الجزيرة راهي ساكتة على الجزائر. إذا القوة الكبيرة ماذا بها الأمور ما تغيرش في الجزائر وفي السعودية. هاد الدولتين كي تغير فيهم الأمور وتصبح فيهم دولة الشعب ودولة الحريات ودولة الحقوق ودولة القانون ودولة العدل، يتغير العالم الإسلامي. طبعا مع مصر، مصر أيضا مهمة جدا. أهم 3 دول في العالم العربي هي السعودية، هي الجزائر أولا، مصر ثانيا، والسعودية ثالثا. بعدها تجي سوريا، يجي المغرب، يجي العراق، إلى تجي تونس إلى آخره. لكن الدول الثلاثة الكبرى هما هذه الثلاثة، وبهذا الترتيب. ومش لأني جزائري نقول هذا، أنا نقولها لكم من خلال البعد الجيوستراتيجي للجزائر. فمعركتكم دائما خلوها مع النظام وليس مع عملاء النظام أو عناصر النظام. هذوك مروا عليهم، ما تضيعوش وقتكم كبير معه. إذا هذو اللي راهم يديروا لكم مشاكل في الفيسبوك وكذا، حاولوا تجمعوا معاكم أطراف أخرى وقصوهم وانتهوا منهم. واستاذنا احنا ديجا راه كاين مشاكل في الانترنت، عندنا بزاف العناصر ماهيش قادره تتصل بينا. نعم. نعيطوا لهم بالتليفون لان احنا الناس اللي وثقنا في بعضنا، وصلنا احنا في بالك في شهور نهضروا مع بعض، احنا متبادلين الارقام، ما عندهمش الانترنت، ثم بدات الشوشر على الانترنت. اونكاك تاع النت، الاخ صالح راه قال لي على افكار عرضتها، ماذا بك تزيد تقولنا عليهم لان هذه موضوع مهم بالنسبه للنت. حاجه واحده اخرى، احنا نعرفوا بلي اسمها كاين قنوات كثيره ممنوعه في الجزائر، ونتوقعوا باللي كي راح تنوض ثوره ان شاء الله اكيد راح يصير تعتيم اعلامي. نعم. ايش هي الطرق اللي ممكن احنا نتفاداو بها او نخترقوا هذا التعتيم الاعلامي باش نقدروا نوصلوا صوتنا وصوت الثوره نتاعنا والحقائق للعالم كامل؟ طيب، احنا اولا نبشركم بشيء ان شاء الله، وهو رانا نسعى لقيام قناة في أقرب وقت ممكن، احتمال كبير من هنا لمنتصف ماي راح تكون قناة فضائية جزائرية. راهي حركة رشاد هي المحرك الرئيسي لها، لكنها ستكون لكل الجزائريين، كل الناس بلا استثناء، بلا استثناء، لن نستثني أحد. حتى النظام يقولوا راح تكلم، ما عندناش مشكل، لأن صاحب احنا عندنا نعرفوا باللي خطابنا خطاب قوي، خطاب شعبي، خطاب صحيح، نجيبوا كاع الناس. وبالتالي اطمئنوا إذا قامت هذه القناة، وإن كان رانا نحتاج دعم كبير، لكن رانا نشتغلوا عليها، رانا نشتغلوا ليل نهار. ما تقدروش تصوروا شحال رانا نشتغلوا هذه الأشهر باش نوصلوا، لأن دائما مشكلتنا هي مشكلة المادة، وإحنا ما مديناش يدينا لأي جهة كانت. رانا برك نحاولوا من جيوبنا ومن بعض خاوتنا اللي يساهموا معنا، واحد يساهم ب 100 أورو، واحد يساهم ب $1000، واحد يساهم ب 200 باوند إلى آخره، باش نوصلوا صوتنا. فإذا وصلنا هذه، وبإذن الله سنصل قبل 15 ماي إن شاء الله، هذا يعني راح يكون عندنا الصوت نتاعنا أولا. الشيء الثاني هو أنه لما تقوم الثورة في الجزائر راح كاين بعض القنوات راح تمشي معنا. كاين قنوات قال لك احنا مش راح نبداو، مش راح لا نحرضوا لا نقولوا لا والو، بس إذا قامت ثورتكم راح نتكلموا عليها. فهذه ان شاء الله تفيد. بس واش نحتاجوا ناس اللي تعرف تتكلم لغه عربيه صحيحه. وطبعا بعض الناس ممكن يتكلموا الفرنسي، بصح اللي تهمنا اللغه العربيه اساسا، لان الشعب الجزائري الان في اغلبيته الغالبه، الشباب الجزائري 90% راهو معرب ويفهم العربيه مليح، فحتى اللي ما قراوش يفهم العربيه بدل الفرنساويه. فنحتاج ناس يتكلموا لغه عربيه صحيحه مع القنوات الاخرى. طبعا لما تكون قناه جزائريه مش مشكل، الناس تقدر تتكلم بالدارجه، تقدر تتكلم، بس قد ما كانت الناس تتكلم لغه عربيه مش معناها لازم لغه تاع المتنبي ولا تاع الجاحظ، لكن فقط لغه عربيه مفهومه يعني حتى يسمعوها الناس، لان هذه كانت دائما مشاكل عند الجزائريين المشارقه، يقولوا احنا ما نفهموش لهجتكم. فهذه نحتاجوا اننا نلقاو ناس انتم من العناصر اللي راكم تتعاملوا معها في سواء في الجمعيه المجموعات نتاعكم، دائما حاولوا الى تلقاو ناس اللي تعرف تتكلم لغه صحيحه وتعرف تشكل منطق، بمعنى يسالوه سؤال وجواب يعرف يجاوب. دائما حاولوا تبرزوا العناصر هذه، ولما تكون عندكم هذه العناصر تعطوني الاسماوات نتاعهم وارقام تليفوناتهم
انا عندي علاقات في القنوات الحمد لله، الان 16 سنه نتاع نضال في هذا المجال، بنيت شبكه واسعه من العلاقات مع الصحفيين، سواء الصحافه المكتوبه او المرئيه يعني، او حتى المسموعه. وخويا العربي تسمى كيما قلت منار، اسمح لي يا خويا. بالنسبه للانترنت، الانترنت نعم. الانترنت تسمى قادرين كيما نقولوا كي نبداو المظاهرات. بالنسبه للانترنت نعم، بالنسبه للانترنت كاين اولا لازم يكونوا عندنا ناس في الحدود من جهه المغرب ومن جهه تونس، لازم نشكلوا مجموعات. مثلا انتم خونا صالحه وفي عندنا هذه عليا بالحدود تاع تلمسان والحدود تاع تبساء عليا. الله يبارك. هذه عندي ناس ان شاء الله. عندي ناس تاع تيقاي متعامل معهم ونعرفهم ناس لاباس. هذه ممتازه، معناها لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الاشياء. زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الى نوفروا بعض التليفونات ساتيليت اللي هما هذوك اللي يسموهم الثوريه، باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على الريزو الجيريان، لان الريزو الجيريان راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه، ولذلك انتم حاولوا دائما تتكلموا بالسكايب، لان السكايب ما يقدروش يسمعوه. بالمناسبه السكايب راهم يسمعوه فقط الامريكيين عندما يعطيهم القاضي قرار بالسماع، المخابرات الامريكيه تقدر تسمع، ما عدا هذول ما يقدرش يسمعوا حتى واحد بالنسبه للسكايب. اذا ممكن يكونوا فيه هاد تليفونات ساتيليت، تليفونات ساتيليت باش الناس تتكلم عبر التليفون مع القنوات، مع الصحفيين، مع الجزائريين الى اخره، ومرات حتى بين المجموعات لما يكون انقطاع كامل. طبعا تليفون ساتيليت غالي والمكالمه نتاعو اعتقد انها غاليه، لكن يبقى في عند ناس اللي هما انتم حاولوا توفروا عندكم من الجزائر، اذا كاين ناس اللي يقدروا يتبرعوا بالمبالغ هذه باش يشروا تليفونات. طبعا انا اذا استطعت نوصل لكم تليفون ولا اثنين ولا ثلاثه سافعل يعني، بالرغم ان هذا صعب جدا يعني لعده قضايا. المهم مليح يكونوا كاينين هذو التليفونات تاع الساتيليت، ومليح يكون عندكم علاقات مع الحدود باش ترسلوا عن طريق الريزو تونيزيان ولا الريزو مغربي، ومليح ايضا انه هما مش حيقطعوا كاع الانترنت، ما يقدروش، خاصه في العاصمه، لان العاصمه فيها السفارات وفيها كذا، فلازم تكون عندكم مجموعات داخل العاصمه، مثلا في منطقه حيدره، في منطقه ليبيا، في منطقه بن عكنون، لان هذيك المناطق ما يقدرش يقطعوا لها، لان فيها السفارات، والسفارات تحتاج بشده لما يكون قطع الانترنت. فانتم تكون عندكم مجموعات داخل وسط العاصمه اللي تقدر تبعث الاشياء ايضا. وفي قضية أخويا العربي التليفونات كما نقولوا ساتيليت، نقدروا نبعثوا بهم لفيديو؟ أعتقد أنك تقدروا، ولكن هذه يقدروا، لأن أنني في مصر وكانوا يبعثوا كانوا يسمى وفروا شوية منهم وكانوا يبعثوا منهم. بصح احنا دوكا رحنا دايرين في اللجان الميدانية، قلنا كل لجنة ولائية دير كاس، كل واحد يتبرع، اللي يقدر يا سيدي ما عندهاش يتبرع غير باندينا بها هذه باش يساهموا في تحركاتهم، لان مثلا احنا في الولايه ما يتحركوش غير برك في وسط الولايه او في قلب الولايه، امام الدوائر راهم يروحوا يتحركوا باش يوفروا لنفسهم المواصلات، باش المرحله الجايه ان شاء الله يديروا اللافتات والشعارات. وممتو مليح كي قلت لنا باش نشوفوا كيفاش نشريو لي بورطابل تاع ثوريا ونوفروهم ان شاء الله. هذا مهم جدا، مهم جدا انه لو كان نقدر نوصلوا، اللي يقدر يوصل البورطابل هناك ويبعثوا الانسان ثقه يكون مهم جدا جدا جدا. انا من جهتي يا اخويا العربي عندي خالتي ثقه في فرنسا. ممتاز. اذا يمكن تسمى التواصل معها نعم، معنا ممكن توصل لكم يعني. هي موجوده في فرنسا. في فرنسا. خلاص انت من بعد اعطيني التفاصيل وحنا نحاول نشوف نرتبوا مع فرنسا، وان كان ممكن ايضا يوصلوك بالجزائر يعني ان شاء الله. بقى واحد ثاني واحد بقى واحد الامر، ما احنا ثاني نسحقوا من الاعلام ونسحقوا ثاني التحرك تاع الجاليه تاعنا ان شاء الله، كي تكون تما كي نخرجوا حنا هنا للشارع ان شاء الله
نعم نتمناو تكون مبادرة من الجالية تاعنا باش يساندونا في الخارج. نعم راح تكون عندنا مصداقية. لو كان كي نخرجوا حنا هما يديروا لنا شغل لفت الأنظار تكون عندنا مصداقية. نعم هذا أخونا دراغون داون معاكم ها؟ معنا. طيب أنا نتصل به. طبعا هو الجالية مثلا خرجت في 12 فبراير أعتقد. كان مثلا خرجت الناس هنا وكانت مستعدة باش تروح أبعد، لكن طبعا لأن الأمور ما مشاتش فترة جالية في الخارج كاين جالية لبس بها اللي راح تتحرك في فرنسا. احنا في حركة رشاد قدرنا حركنا ذاك الوقت 4 ولا 5 مظاهرات مهمة. كانت واحدة في باريس، كانت واحدة في ليون، كانت واحدة في جنيف، كانت واحدة في بريكسل، وكانت واحدة في لندن. كانوا مهمين. فإن شاء الله هذا راح يكون في المستقبل أيضا يعني. دونك هذا مش مشكل كبير، لكن الأهم شغل والشغل الميداني والشغل الإعلامي، هذول هما أهم شيء. وكما قلنا في الشغل الميداني كاين مجموعة شروط ومجموعة أشياء لازم تترتب. خذوا راحتكم. كلمة 8 ماي جيدة، معناها فيه وقت، مازال أكثر من شهر. فيه أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم. لو كان تقدروا توصلوا أن تكون عندكم 3-4 مجموعات في حوالي 20 ولاية 3-4 مجموعات صحيحة حقيقية، ماشي تاع هف ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لأن لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافة الولايات أو في أغلبية الولايات في نفس الوقت. النظام راهي كل يوم كاين مظاهرات في الجزائر. بصح اليوم في غامدية، البارح في العاصمة، غدوة في هذه. النظام النظام 200,000 بوليسي، وعنده 150,000 جدارمي، وعنده حوالي 60,000 من الجيش والمخابرات يخدموا في هذه الأمور. يعني عنده 400 ولا 410,000 شخص متخصص في هذه الأمور. 400,000 مش مظاهرات، لكن لما تنطلق في عنابة وفي تلمسان وفي وهران وفي قسنطينة وفي ورقلة وفي بشار وفي سعيدة صعب جدا. حتى العاصمة يخف عليها. الآن كاين 100,000 عنصر حكومي ما بين الشرطة والجدارمية والبوليس والمخابرات والجيش. 100,000 العاصمة فقط. ولما تصير فيها مظاهرات كبيرة يقدروا يجيبوا 50,000 من البليدة وتيزي وزو إلى آخره. فلما احنا نقوموا بمظاهرات في تيزي وزو وبجاية وهذه المدن كاع راح ينشتوهم. والمثال بكري يقول لك اشتغلوا متفرقين وضربوا معاهم. هذا مبدأ رئيسي. هذا مبدأ كانوا مشاو تروتسكيين ومشاو به كاع الثوار من قبل، يعني قبل 100 سنة أو 170 سنة أو 80 سنة. فالمبدأ أنكم تشتغلوا متفرقين، ولكن نهار اللي يجي الانتفاضة مليح أنه يكون في نفس اليوم. أنا أقطع عليكم حاجة أخرى. أستاذنا إحنا كما الأحزاب وكما نعم. جو بونس اني عم بالي واش حاب تقول منار اذا راهي هنا. تقصد كيما نقولوا الاحزاب الحاليه كان ينضموا لنا كافراد. راني هنا تفضلي ما راه هضري خير. جوستومون احنا بسما كاين بزاف ناس منتمين كما للاسفاس ولا للفيس المنحل، ولا قالوا لنا احنا راحنا حابين نكونوا جزء من هذا التغيير. قلنا لهم مرحبا بكم كأفراد كمواطنين جزائريين بدون رفع شعاراتكم تاع الحزبية. نعم. حتى الجمعيات، كاين جمعيات كثير اتصلت بنا، سواء جمعيات خيرية ولا جمعيات فئوية تاع المعلمين ولا الأطباء ولا الطلبة. ما قلنا لهم يشاركوا معنا كأفراد وكمواطنين. واش رايك في هذه الفكرة؟ نعم، هذه فكرة جيدة. لا تقصوا أحد من الجزائريين إلا من أقصى نفسه. شكون يقصي نفسه؟ هو اللي يقول هذا النظام مليح. يا أخويا النظام مليح، روح بعد. هذا هو نفسه. بصح كل من يؤمن بالتغيير، تغيير جوهري للنظام، تغيير راديكالي، تغيير الكامل،
لا عنفي مهم جدا. غدوه يجيكم ان نمشوا نرموها عليهم، نقولوا لا لا روح ما نحوسوش عليك، احنا ما نحوسوش على هذا اللي ياخذوا السلاح. ولا عندي كابوس نقدروا نقتلوا بوليسي ولا لا ما نقتلوش. احنا ما جايين نقتلوا، احنا جايين نحيوا. احنا نريد حياه الجزائر مش موت للناس. نحن لا نريد الموت، كفانا موت وكفانا دماء. اذا كل من يؤمن بثلاث شروط التاليه: الشرط الاول ان يكون الثوره لا عنفيه سلميه. الشرط الثاني ان يكون تغيير نظام كل النظام بلا استثناء. الشرط الثالث أن يكون من أجل قيام دولة العدل والحق والحرية. نقول له مرحبا بك. فإذا جاء غدوة واحد وقال أنا والله حاب نكون معاكم بس حاب ندير دولة علمانية، نقول له يا أخي ماش الكلام الآن، خلي هذا الموضوع لما بعد. واحد يجي يقول أنا حاب ندير دولة إسلامية، نقول له إحنا مسلمين، لكن الآن هذا الموضوع مش هو المطروح. الآن راهو تعالوا إلى كلمة سواء من أجل إنقاذ الجزائر. الجزائر راهي تغرق، والجزائر راهم يغرقوا، شعبنا راه يموت، الناس راهي تنتحر، الناس راهي تحترق، الناس راهي تطلع للجبل، الناس راهي تروح للبحر. تعالوا ننقذوا الجزائر والجزائريين، ومن بعد اللي عنده مشروع يقدموا للشعب في حالة الاستقرار. الناس تخير. قدوة إلى خير الشعب هذا المشروع الإسلامي الله يبارك، مشروع بربري الله يبارك، مشروع علماني الله اللي يخيروا الشعب. ما نقدروش حنا نفرضوا على الشعب. قالت بعض الإسلاميين يقول لك راكم تقولوا معنا دولة علمانية. ما ينفعش نقولوا دولة علمانية يا أخي، بالك راني مسلم أكثر منك ومن يدريك. لكن رانا نقولوا نتركوا الخيار للشعب، لأنه أي فرض مش راح يجيب نتيجة. لا إكراه في الدين. ربي سبحانه وتعالى كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لست عليهم بمسيطر، ويقول له لأن هذا السؤال راح يطرح لكم، يقول له لست عليهم بمسيطر. وفي آية واحدة أخرى يقول له لست عليهم بوكيل. وفي آية واحدة أخرى يقول له وحرض المؤمنين. أنت فقط مهمتك التحريض، مهمتك التوعية. ويقول له شاورهم في الأمر. ويقول له فالإسلام هو دين الحريات، دين الشورى، دين جمع الرأي، دين الحفاظ على الدماء. هذا هو الإسلام الحقيقي. عفوا خلوني فقط أرد على المكالمة هذه من فضلكم. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راني في ابقى معايا. تفضلوا شكون اللي معايا؟ خويا العربي كاين خونا خالد شريكي. ورا والله حاول معنا في الشاط او في الشاط يكتب. نعم طيب. إلا رحنا معطينك نكتفيو بهذا القدر ونكرروا اللقاء. لا رحنا معطينك أستاذ إن شاء الله. طيب مازال إن شاء الله أستاذ، مازال نسحقوك أستاذ. الله يبارك. نعم شوف أنا نقترح عليكم، معليش نخلي خونا كريم يزيد سؤال بصح شوف نقترح عليكم. نعم. الأسئلة اللي تشوفوني اليوم ما جاوبتش عليها، ولا الأشياء اللي راهي مازالت غامضة، ولا اللي تحبوا فيها وجهة نظري ولا رأيي، تقدروا تكتبوها لي أيضا، وانا نحاول تحبوا نرد عليكم باليوتيوب، ولا نعاودوا نديروا لقاء مثل هذا كما تريدون. ان شاء الله احنا المهم احنا عندنا مطلب عندك تسمى مطلب ضروري ان شاء الله كنت تخصص لنا للصفحه نتاعنا. نعم. يلو كان بضعه اسطر كل اسبوع ديرها صدقه للشعب تاعنا. وثاني حاجه اخويا العربي فيها امور تاع حقائق، فيها امور تاع توعيه، امور تاع طيب. حقائق. طيب. وثاني حاجه دوك حنايا باش حنا الفساد هذاك يروح النظام هذا ما يزيدش يكون. حنا في المطالب تاعنا عندنا محاسبه النظام هذا، بصح حنا ما عندناش الاليه تاع المحاسبه، ما نبناش كيفاش. دوك حنا قادرين ندوموندو المحاسبه بصح ما نبناش كيفاش ندوموندوها. والمحاسبه هي الاليه الوحيده باش الفساد ما يكونش، باه النظام اللي يجي يعرف واش راح يصرى له، ياخذ العبره من النظام اللي فات. نعم. صح. احنا الآلية هذه كيفاش نطبقوها ولا كيفاش الحق هذا ولا كيفاش نطلبوه ما رانا شغل أميين فيه، ما نعرفوش كيفاش طيب. من الناحية هذه نحب توضح لنا الأمور. طيب هذه نوضحها لك باختصار الآن. الشيء الجميل الآن في العالم هذا كاين مؤسسات دولية مستقلة تماما، ما عندهاش علاقات بالدول. هي منظمات يسموها NGOs اللي هي المنظمات غير الحكومية، Non Government Organization.
هذه المنظمات غير حكوميه كما امنيستي كما هيومن رايتس ووتش، هذا في حقوق الانسان. بصح كاين منظمات اخرى كما ترانسبارنسي مثلا، هذه في قضيه مكافحه الفساد. هذه المنظمات عندها قواعد وقوانين الان متفقين عليها دوليا. وتخيل نقول لكم حاجه، اسهل حاجه بعد سقوط النظام هي محاسبته، لان كاين قواعد دوليه وقوانين دوليه معترف بها دوليا تطبق على الجميع. كون يسقط هذا النظام غدوه عندنا واحد الملفات هكذا نجيبوهم شغل دي فورم، كما تعمل الفورم هذيك نتاع مانيش عارف انا، فورم نتاع الجامعه ولا الوثائق هذيك اللي مرات يقول لك عمر هذه الوثائق. كاين اسئله مطروحه ونجاوبوا عليهم وكلش، خاطر صرات هذه الاحداث، صرات في امريكا اللاتينيه، صرات في اسيا، صرات، فالناس اسوا اشياء، وهذه يقدروا في اي بلاد نقولوا مثلا ترانسبارنسي والله احنا نريد نحاسب المجرمين الجزائريين، يقول لك ها هو الملفات كيفاش تقدروا تحاسبوهم، هما ما دخلوش ارواحهم، هما يعاونونا برك في الوثائق. فقضيه الحساب هي اسهل حاجه بعد سقوط النظام، اسهل حاجه هي الحساب. اهم حاجه اللي نوصيكم بها انه الوثائق ما تحرقش، مثلا ما يتحرقوش الوثائق تاع المخابرات، تاع وزاره الداخليه، تاع لا بوليس، نتاع لي زامبو. اسمح لي برك اخويا العربي، تسمى حاب حنا دركا بعد كيما نقولوا الثوره دي نديروا حنا الحامي تاع المؤسسات، نروحوا نحميوها. الله يبارك فيك. كيما ديروا جمعيات لحمايه الاحياء، لازم نديروا جمعيات لحمايه مؤسسات الدوله بما فيها مراكز الشرطه خاصه، لان راهي ثم المعلومات عند المخابرات بما فيها تاع لي زامبو. شوفوا، لان كي تصرى هكذاك تعرف شنو يصرى، كيما صرا في مصر، يبداو يحرقوا في وزاره الداخليه ويبداو يحرقوا في وزاره الماليه وفي الاماكن تاع الضرائب. اعدام الادله بالضبط. فانتوما لازم تكون عندكم مجموعه تتخصص في حمايه المباني تاع الدوله، لان هذيك هنا هذيك الوثائق راهي ثم. هذه حاجه. والحاجه الثانيه انه الناس ما تهربش للخارج، بمعنى انه تكون مثلا يقعد عندنا مجموعات اللي تروح للحدود من جهه تبسه، من جهه المغرب، في لي زايروبور يحتلوا المطارات باش ما يخلوهمش يهربوا، والباقي سهل. ومن بعد كاع يجيبوهم. كي يهربوا للخارج راح تكون صعيبه باش تجيبهم، تاخذ سنين سنوات. بصح اذا كانوا في الداخل وكانت الوثائق موجوده اطمئنوا، ما عندهمش اللي يروحوا ان شاء الله. ان شاء الله. فزيدوا جمعوا كاش ان شاء الله ونديروا لقاء. استاذ عندنا ثم راح تحقيق. تفضلي. حبيت برك نقول لك احنا طامعين في حاجه ديرها لنا. اسمها كون الهضره اللي قلناها دوكا وتاع التوعيه وكيفيه العمل، اسمها كون ديرها لنا في فيديو باش هكذا، باسكو حنا بالك ما نقدروش نتصلوا كامل الناس، لكن كاين كامل الناس تخش على اليوتيوب تسمعوا، وسورتو كي يكون حد اسمها كيما نتايا الناس كامل راها تدخل باش تشوف واش قال. ماذا بك اسمها النقاط اللي هضرنا عليهم، كيما الاسئله اللي قلت لك الشباب راهم يطرحوها بزاف تاع البديل وتاع كيفاش نطيحوا النظام، شكون هما اللي لازم نطيحوهم، او الحاجات اللي ممكن نعلنوها للعلن. ماذا بك ديرها لنا فيديو باش الشباب كلهم يستفيدوا منها. طيب واش رايكم هذا الكلام اللي قلناه؟ تعتقدوا باللي هذا الكلام كما قلت لكم، تعتقدوا انه لو كان نشروه يكون مفيد؟ ممكن يكون مفيد، لان عندك شوف يا استاذ، ترى عندك مصداقيه في وسط الشعب تاعنا. تما عندك ناس تما يسمعوا لك، يتبعوك، ناس تحكي، ناس عند حقائق، ناس يتخالفوا في امر ولا في حقائق يقولوا يا ودي سمعناها في اليوتيوب من عند الاستاذ وكذا. تما راه عندك مصداقيه. تما حنايا ماذا بينا المصداقيه تاعك اللي تما بالمصداقيه نتاعك حنايا تطرح الاهداف تاعنا حنايا، وتكون تما سهلت لنا المهمه، سهلت لنا على الاقل ربع المهمه. طيب ان شاء الله. شوفوا انا نحاول قدر الامكان هذا الكلام اللي انا قلناه الان نحطه، طبعا لانه ربما ما تحبوش انتم اصواتكم تظهر، الاصوات نتاعكم، الا اذا كان واحد يقول انا ما عنديش مشكل. بصح ما عندناش مشكل، انا ما عنديش مشكل، ما عندناش مشكل.
البارح من ناحية الصوت خويا ما زيدون عندناش انا ما مشكل. عنديش مشكل. في واحد الراديو وهدرنا تسمى، ونتمناو تزيدوا تعرضونا في القناة تاع رشاد إن شاء الله. طيب انا هذا اللقاء اللي درته معاكم راه مسجل، علاش قلت لكم انا تقدروا انتم تسجلوا، يعني ما عنديش مانع يعني. راه مسجل، اذا تشوفوا باللي ما فيش مانع ننزلوه على اليوتيوب. ما يهمش، احنا ممكن ما كاش مشكل. ينزل. ممكن. ممكن بما انه ينزل. يخدم القضيه نتاعنا. صح. خلاص على كل حال احنا تكلمنا في حقائق وتكلمنا في وضع ما يخفى لا حتى واحد، ثم ما يهمناش احنا اذا كان تنشروا ولا ما. ايه لكن تكون برضاكم، يعني اذا حبيتوا انتم بطلب منكم، والا انا ما عنديش علاش. احنا رانا حابين، وحنا نلحوا عليك استاذ لو كان تنشر لنا في الصفحه تاعنا، دوك تشوف مع نار تبعث لك الرابط، تنشر لنا لو كان مره في الاسبوع، لو كان فقره وفيها طيب نهار تتطرق الموضوع فساد. المهم تعاوننا شويه هذا ما. انا ان شاء الله انتم بعثوا لي الصفحات نتاعكم واش نوعدكم. نصائح وتوعيه. نعم ان شاء الله نوعدكم نحاول اني ندير مثلا يوتيوب تاع 10 دقائق ربع ساعه، بصح ما نحطهاش عندي، نبعثها لكم حطوها في الصفحه نتاعكم وحدكم انتم، ان شاء الله ما تظهرش في مكان اخر، تظهر غير عندكم. ان شاء الله باش تكون عندها الاكسكلوزيفيتي ليكم انتم يعني. ان شاء الله باش تسهلوا لي المهمه، اطرحوا لي سؤالين ولا ثلاثه بارك الله فيك. وانا نجاوب عليهم في اليوتيوب ونبعثهم لكم. ما كاش مشكل. ما يعد عندكم، شوف انا مستعد نديرها مرتين في الاسبوع، كل ما يعد عندكم ابعث لي 3 اسئله مرتين في الاسبوع، ابعث لي 3 اسئله نجاوب عليهم ونبعثهم لكم نبعثهم لكم بار فيديو، وانتم الفيديو استعملوها كما تشاءون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ومن ان شاء الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر نحاول. شكرا على ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله نزيدوا ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله ونقصروا على ان شاء الله نكونوا تقدمنا في خطوات، ونزيدوا توجهونا ان شاء الله للخطوات واحد اخرين ان شاء الله. هذه هي لازم يد في اليد، لازم. احنا تعرف خرجنا من حاله طوارئ، كنا في حاله تعرف مغلوقين كذا، تما هذا وين الواحد راه كيما نقولوا يدير في الخطوات تاع الطفل الرضيع. نعم. لا في طريق الحريه، في طريق الحريه. راهي تبشر بالخير، حتى الاسئله نتاعكم ما شاء الله راهي كلها اسئله مهمه ومفيده، فكلها تبشر بالخير، وراكم انتم ان شاء الله الاصل. يعني انا قلت لك انا عندي دائما بيت شعر نؤمن به يعني، وهو انت عبد الحميد بن باديس: يا نشو انت رجاؤنا وبك الصبح قد اقترب. وبالفعل ابن عبد الحميد بن باديس عندما قال هذا البيت قالوا في الثلاثينات، في بدايه الثلاثينات، قالوا على الناس الثلاثينات هم اللي داروا الثوره، اللي ولدوا في الثلاثينات في الغالب هم الشباب اللي داروا الثوره تاع الخمسينات. وبالفعل وكان ربي استجاب دعاءه قاموا بثوره، كانت ثوره عظيمه، لكن للاسف سرقت في 62 63 سرقت، وفي 92 93 ماشي سرقت برك، ولات ثوره مضاده للاسف. فان شاء الله المره الجايه والثوره القادمه لن تسرق مره اخرى ان شاء الله. وجهدت ان شاء الله. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. بارك الله يعني. استاذنا حابه برك نقول لك على حاجه. نعم. حابه نقول حاجه برك قبل ما نقفلوا. احنا شباب، وحنا اللي رحنا قايمين بالثوره، لكن الناس كيما نتايا وكيما بزاف الصادقين والمخلصين ماذا بيهم يدعمونا بالنصائح بالتوجيه، ماشي وصايه لكن النصائح والتوجيه، لان احنا روحنا ولا جينا كلنا ما رحناش سياسيين، ما نعرفوش دهاليز هذا النظام. ثم ماذا بكم تدعمونا انت وكل المخلصين، احنا نرحبوا بكل النصائح وبكل الارشادات. الله يبارك. شكرا لك. الله يبارك فيكم ويبارك فيكم على تواضعكم، وان شاء الله تلقاو من عندي انا فيما يخصني ان شاء الله، واخواننا في رشاد ايضا تلقاو من عندنا كل دعم، وكل ما نستطيع ان نقدمه لكم سنقدمه لكم. وكما قلت لكم البدايه اللي نبداو بها انكم عندكم ابعثوا لي في كل 3 ايام ابعثوا لي 3 اسئله نجاوب عليها، وبالتالي تجيكم من عندي 2 فيديوز في كل اسبوع. واذا كانت هناك ضروره اكثر ساقدم لكم ما هو اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسترك اخويا العربي. الله يبارك فيكم ان شاء الله. تصبحوا على خير. صباح الخير. استاذ. السلام السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. السلام.